استنى كده بس ايه يعني كام ثانية، ما انا مش عارفة، انا بستخدم المايك بس مش عارفة الصوت حلو ولا مش حلو. هستنى رأيكم، اول ما حد يطمني على الصوت هبتدي. جالي طلبات كتيرة للناس اللي مش هتعرف تحضر معانا المحاضرة يوم السبت ان شاء الله، ان انا اعمل لايف، كذا لايف فيديو نتكلم فيه عن الريليشن شيبس وعن كل الحاجات اللي هي الاسئله اللي انتوا بتبعتوها لي على البيج، فانا هرد عليها في لايف فيديو. اللايف فيديو ده هنتكلم ازاي ان احنا نتناقش بذكاء مع شريك الحياه، نتناقش بذكاء مع الحد اللي احنا بنحبه، مع زوجي، مع حبيبي، مع هو ايفر. الصوت تمام والصوت عالي يا نسمه؟ ثانك يو يا نسمه، احب انا الناس اللي شغاله معايا دي. تمام، الصوت تمام وكويس وكله زي الفل. حلو قوي 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 قوي، هيا بنا نلعب. عارفين البوست بتاع علي ربيع؟ عشان بحب الحاجات اللي هي الكوميكس وكده. البوست بتاع علي ربيع اللي بيقول لك فيه خلاص طالما انت كملت، طالما هتتكلم بالطريقه دي بوقف كلام، ما تكملش كلام، طالما اللي انت بتقوله ده يبقى ما تكملش كلام. امتى يبقى الحوار بيني وبين الحد اللي انا بحبه، خطيبي، جوزي، شريك الحياه يعني زي ما بيقولوا، امتى الحوار ده نوقفه؟ كتبت علشان ما نطولش في اللايف، كتبت شويه حاجات، ولو عجبكم اللايف قولوا لي نكمل تاني ونتكلم تاني فيه، نعمل كذا لايف تاني. آه، المشكله احنا اتعلمناها في الريليشن شيب وشفتها تقريبا في يعني عدد يرقى، انا مش عامله ستدي بس عدد يرقى الى 90% من كل اللي انا بتعامل معاهم في الدايره القريبه او في اي حد بيحكي لي اي حكايه ريليتد بريليشن شيب، بتبقى المشكله مش في الغلط اللي بيحصل او في المشكله اللي بتحصل بين الطرفين، لا المشكله بتبقى في طريقه الحل، في طريقه الحوار، في طريقه المناقشه، في اللي رايح جاي بينا وبين بعض، اللي بيخلي الدنيا تقفل. حتى دي كمان درسناها في ريليشن شيب، ان المشكله مش في المشكله، المشكله في طريقه الحل. فازاي تبقى طريقه الحل فيها تودي لحاجه آم، سحر مات في ايه يا سحر قوليلي؟ طيب اوكي، مش هبص علشان عارفه اركز. طيب ازاي تبقى طريقه الحوار واللي رايح جاي ما ينطبقش عليها الحركه بتاعت علي ربيع، طالما انت بتقول كده يبقى ما تكملش كلام. عايزه اقول لينا احنا كستات او لبنات او لاي حد يعني ات فيميلز، ان الرجاله عموما لما بيكونوا متعصبين او الحوار اللي رايح جاي كده في حاجه مش كويسه، هو دماغه بتقفل خلاص، هو مش سامع. ف فبقول لك يعني ما تحرقيش بنزين على الفاضي علشانك مش عشان حاجه، لان هو خلاص هو شايف ان طريقه الحوار مستفزه، هو ده في دماغه مش عايز يقول يعني عشان الدنيا ما تقلبش معاه في حته تانية وهي اوريدي قايمه يعني، فبيبقى شايف ان طريقه الحوار مستفزه ومش عايز يكمل. برضو من ضمن الحاجات اللي انا شفتها اللي خلتني اعمل اللايف ده او اللي خلتني اساسا اعمل المحاضره بتاعت يوم السبت، ان دايما بشوف مثلا لو ستات اتكلموا معايا او ناس في الكوميونتي او ناس من المقربين، لا طيب يعني اتكلمي معاه ما بيسمعش، طب خلاص يا ستي ابعتي له الفيديو اللي انت بتقوليه ما بيشوفش، طب اكتبي له لا ما بيقراش. ف سؤالي هنا للطرفين، للي بيسمعوني، يعني كل حد مرتبط، راجل وست او واحد وخطيبته او ايا كان، يعني امتى فكرنا ان احنا نقرا كتاب في الريليشن شيبس او كتاب في العلاقات ونطبقه مع بعض؟ امتى قعدنا مع بعض وقلنا يعني محتاجين نستثمر في العلاقه دي بوعي؟ وعي يعني ايه؟ يعني افهم عن الموضوع. احنا زي ما بقول دايما، ولا خدنا ده في مدارس ولا خدناه في جامعات، فايه اللي بيضمن لي اللي انا بعمله ده صح؟ طريقه المناقشه بذكاء من اهم الحاجات اللي هي بتبقى في بدايه اي مشكله، وسبيشالي الامتي لوف، او ان احنا نبقى في علاقه فاضيه مفيش فيها حب، مفيش فيها مشاعر، او ما يطلق عليه بالعربي الطلاق العاطفي او الخرس الزوجي، كلها مسميات. بدايتها بتبقى في طريقه الحوار. فعلي ربيع طالما انت هتقول كده بس خلاص يبقى ما تكملش. ف
في اللايف فيديو ده وهحاول اقوله سريعا مش هطول عليكم يعني، ازاي نفرق ما بين لما تقوم الكلام بقى بيني وبين شريك الحياة او بيني وبين الحد اللي انا في حوار بيني وبينه، ازاي افرق ما بين المناقشة والجدال. ازاي افرق ان احنا بنتناقش، انا ما فيش، انا كلمته وراحت فجأة كده الدنيا قامت والدنيا خربت وراح قايل لي فرحت قايله له فانا ما سكتش، فالدنيا بتروح في حتة تانية كده. في اول 3 4 دقايق محتاجين ان احنا نبقى مركزين اولا على نفسنا، اللي انا بعمله ده مناقشة بذكاء. ما انا بقول ليه بذكاء؟ بذكاء يعني نستخدم دماغنا، ان هو ربنا مدينا عقلنا عشان نستخدمه. فاحنا المفروض ان احنا واحنا بنتناقش كده والكلام رايح جاي، ابتدي افرق كده في اول دقيقتين 3 اللي انا هقوله لكم ده. لو هي مناقشه هتلاقوا ان الموضوع ماشي برتم هادي، هتلاقوا ان في مناقشه للافكار، يعني في زي برين ستورمنج كده، انا بقول فكره فهو بيقول لي صعب بس ممكن تحصل، يعني في مناقشه للافكار اللي رايح جاي كده رتمه هادي، وفي مناقشه للافكار بيني وبينه، في احترام، في اظهار للاحترام متبادل، في اهتمام، في اظهار للاهتمام متبادل، في التزام بقواعد الحديث، ان انا ما بتعداش حدودي وهو ما بيتعداش حدوده في الكلام. لو لقينا غير ده معناها ان احنا بنتجادل، او حوار فاكس ملوش لازمه، او ان هو متعصب من حاجه حصلت له في الشغل وانت متعصبه من حاجه حصلت لك مع حد، فبتطلعوه على بعض. فما انصحش ابدا بده، لان ده بيبقى البدايه لكل الكوارث اللي نتخيلها واللي لا نتخيلها لا قدر الله. لو لقيت، هي دي اللقطه اللي انا بقول لكم فيها هنعمل فيها علي ربيع. لو لقيت ان الكلام فيه محاوله لاسكات الطرف الثاني، يعني ما كانش اسمعي لا 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 لا، ففي محاوله للاسكات، في زي ما انا قلت لكم كده اثبات راي وفرض راي، في توتر وزعيق، ان انا متوتره وبيزعق وهو متوتر، انت بتكلمني كده ليه؟ ما تسيبوش ايه؟ وانا ما اعرفش ايه؟ هو انت فاكرني واحده من اللي ما اعرفش فين؟ هو انت فاكراني حد مش عارفه في اللي شغال عندي؟ لقينا الكلام اللي رايح جاي كده في توتر وزعيق، في اتهام ومهاجمه، في مناقشه انفعاليه، يعني اللي رايح جاي فيه مشكله، يبقى على طول نفتكر علي ربيع لما قال ايه؟ بس طالما هتتكلم كده يبقى نوقف الكلام. اوقف الكلام ازاي؟ لو انا هكمل كلام كده هنخسر اكتر ما هنكسب، هيتقال كلام يضايق، هنطلع منه. ده اللي احنا اتعلمناه في الريليشن شيبس، وده اللي انا شفته تقريبا في كل المشاكل اللي اتعرضت عليا ريليتد بالموضوع ده. بيحصل ايه؟ ان احنا بننسى المشكله اصلا اللي كنا بنتكلم فيها، وبنطلع من المناقشه الانفعاليه دي مش ناسيين لبعض اللي اتقال، ف في حاجه بتحصل في الحوار ده بتوقف حد، اللي هو ايه ده؟ انت تقول لي انا كده؟ تتصدم، هو بيبقى عايز يسكتك مش عارف، لان هو بيبقى مستفز جدا من الحوار، فبيضطر يروح مديكي كلمه عشان جامده عشان تسكتي، فالكلمه دي هي اللي بتسكت، فعلى اساسه بطلع من الحوار زعلانه من الكلمه دي. فيفترض تاني اهو موضوع اللايف فيديو ان احنا ازاي نتناقش بذكاء، فيفترض ان انا ابقى عارفه هدفي ايه من الدخول في المناقشه دي، من الحوار ده. فهدفي ان انا في مشكله اطلع منها بحل عظيم كده. طيب لو انا كملت على الطريقه دي يبقى انا المشكله هتفضل موجوده، وهطلع منها بغلط انا قايلاه، وغلط هو قايلهولي، ولا هو هينسالي ولا انا هنساله، فهنطلع بمشكله على المشكله وهنفضل زعلانين حبه حلوين. يبقى تاني حاجه اهو، ان انا لو لقيت الحوار رايح جاي كده في اول 3 دقايق في مشكله، خلاص انت شكلك مش في احسن حالاتك النهارده حبيبي، او يا هي بقى يا هو، حد فيكم اليس منكم رجل رشيد؟ حد منكم كده يستهدى بالله ويروح ايه؟ لا طالما الحوار رايح جاي كده خلاص بلاش نتكلم دلوقتي، خلينا لما نهدى، انت شكلك مش في المود، اعمل لك كيكه، اعمل لك قهوه،
هو يقول لها بقى اعمل لك معرفش ايه. الرجاله المفروض دماغكم حلوه، مش هقول دماغكم احسن يعني ده مفيش الكلام ده، لكن آه، هقول ان انا خلاص واحد فيكم ي... واحد فيكم يوقف الموضوع بشكل لطيف. طيب ايه المؤشرات؟ خليني اقولها وتكتبوها ورايا. ايه المؤشرات او ايه العلامات اللي في البدايه عشان نبقى عارفينها كده لو عايزين تكتبوا ورايا؟ 1 2 3 4 5 6. اول حاجه زي ما قلت التوتر والانزعاج، وفي كده في مشاحنات، بنحس كده ان الدنيا ايه، في حوار. دي اول حاجه. تمام؟ عشان لو لقينا السته دول ما نكملش، او ما نكملش بهدوء. تاني حاجه، محدش بيسمع التاني، انا مش سامعاه، انا عايزه افرض رايي. فدي تاني حاجه، ان انا عايزه اسمعني اسمعني اسمعني، بقول لك ايه، ما انت ما بتسمعنيش ما بتسمعنيش ما بتسمعنيش ما بتسمعنيش. خلاص لقينا اللقطه دي، نفتكر بقى، افتكري اللحظه دي، افتكري علي يا ربيع، طالما بتعملي كده ما تكمليش، ما تكمليش عشان خاطرك، مش عشان خاطر حد تاني، ما تكمليش عشان خاطرك انت. لو لقينا ان محدش بيسمع فدي تاني علامه. تالت حاجه، مقاطعه كتير. هو يبقى بيتكلم ومسترسل في الكلام، لا استناني بقى انا مش كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده، لا 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 لا. مقاطعه كتير، انا مش سامعه غير صوت نفسي، بحاول افرض رايي وبس. او طبعا الطرف التاني بيعمل كده، يعني هو آه، رابع حاجه، كلامي هو اللي لازم يمشي. يعني انا مش داخله المناقشه دي 50 50، او مش داخله المناقشه دي ان في احتماليه للصح والغلط. داخله المناقشه دي ان انا عايزه اسمع الراي والراي الاخر. لا، انا داخله المناقشه دي في فرض للراي. دي رابع حاجه، في راي واحد عايز يتفرض على التاني. يعني هو عايز يفرض اللي في دماغه وانتي عايز تفرضي العكس. طبعا يعني مش هقول لكم المناقشه دي هنطلع منها بايه، لان اكيد طبعا في مناقشات كتير عدت عليكم وطلعتوا منها بكارثه يعني اكبر من المشكله الصغيره اللي كنتوا بتتكلموا فيها. خامس حاجه، لو لقيت في القاء تهم، انت شايفه نفسك بتتكلمي ازاي، شايفه نفسك بتتكلمي ازاي، صوتك مش واخده، صوتك عالي، صوتك عالي، صوتك، في القاء تهم، وفي الاتنين يعني بيعلوا على بعض. فالدنيا كده بتروح زي ما قلنا، بتروح في داهيه. تختم بقى بايه؟ بالاندفاع في اتخاذ القرارات. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انتوا بتتخانقوا على يا هانم والشغل ومش الشغل ومش عارفه ايه، شغل ايه، هو مش ده شغلي اللي انا بساعد بيه في البيت، هو مش ده شغلي اللي ما طب والله العظيم ما انت نازله الشغل، اقسم بالله العظيم ثلاثه ما انت رايحه شغلك بكره الصبح، طلاق ثلاثه. ودي اللقطه بقى اللطيفه اللي هي بنحلف وبناخد قرار، القرار انفعالي في اللقطه دي. فنسينا خالص بقى دلوقتي اللي كنا بنتكلم فيه، و اتثبتنا بقى. او في فيلم الشقه من حق الزوجه، طلقني طلقني طلق، وهو راجع مش شايف قدامه اساسا وحالته كرب. ف يعني لو لو طلقت كانت سيبيني انام، طب انت طالق. فبيحصل ايه؟ بتتثبت وخلاص. هل ده نفتكر النهايه؟ يعني من ضمن الحاجات المهمه اللي تفكرنا ان احنا نتناقش بذكاء، الحاجات المهمه اللي تفكرنا ان احنا نتناقش بذكاء، نروح للمستقبل. نروح للمستقبل. كمان نص ساعه اللقطه دي هتختم بايه؟ لو لقينا انها هتختم لو لقينا انها هتختم بمشكله اكبر عن تجربه، وطبعا انتوا سيد اللي عارفين ان احنا لما دخلنا في 90,000 مناقشه بالطريقه دي بتختم بحاجه اسوأ واكبر واصعب من اللي احنا كنا بنتناقش فيه اساسا. طبعا بغير لقطه مهمه جدا، عشان برضو انتوا عارفين انا حد تربيه وتعليم اساسا، فلازم اتكلم في التربيه والتعليم لان انا بعاني من ده. انتوا عارفين انا عندي مدرسه، فبيجوا بقى الولاد عندنا في المدرسه بيحصل ايه؟ او اي حد فيكم اخد كورس في التربيه او اتعلم في التربيه او كذا، بيبقى الانبوت اللي بنحطه في ولادنا ك كايه يعني كرول مودلز. هم ولادنا بيتعلموا مننا طريقه التواصل، الكوميونيكيشن. فبيلاقوا ان الانبوت اللي داخل لهم في طريقه التواصل مع الولاد، لان طبعا لو الولاد معديين في اللقطه دي وانتوا بتتخانقوا هتروحوا مدينهم اي حاجه من الحب جانب،
وان هم شايفين ان انتوا بتتناقشوا بالطريقه دي، بيبقى الانبوت عندهم ان دي طريقه التواصل مع اي حد فبييجوا طبعا المدرسه يولعوا في بعض، ويبقى لان هو ده الانبوت اللي داخل لهم في طريقه التواصل مع الاخر. فعلى اساسه مفيش، يعني هما بيتخانقوا مع بعض، وتيجوا انتوا بقى كأمهات تشتكي ان هي ازاي تكلم ابني كده، ان هو ازاي يكلم ابني كده. فاحنا قاعدين بنحل في مشاكل تبعيات الحوار الغلط اللي حصل، او عدم الذكاء في المناقشه مع شريك الحياه، سواء كان من الراجل او من الست. انا بكلم الاثنين، لان هو حد فيكم ياخد المبادره. اهم حاجه في الريليشن شيب حد ياخد المبادره بالاصلاح، ونطلع من دايره التوهان اللي احنا بندخل فيه. فدي لقطه تانية لمن يهمه الامر، يعني للي متجوزين، ان ولادنا ما بيبقوش احسن حاجه، وبيطلع البنت والولد بيكبروا على كده، وبنفضل نعاني من مشاكل ما بينهم وبين صحابهم، ومشاكل في المدرسه، ومشاكل احنا بس عايشين في المشاكل. احنا جايين الدنيا من اجل ان احنا نعيش في شويه مشاكل وخلاص. طيب، لو انا عايزه ادير حوار ناجح، المفروض يكون ليه ثلاث عواميد للحوار الناجح. اول حاجه التفهم. لو لقيت اللي قدامي مش متفهم، اتفهم انا، سواء كنت راجل او ست. لو هي مش متفهمه انا اتفهم، لو هو مش متفهم تفهم، معلش ما يجراش حاجه. ما تقيسيش او ما تقيسوش على التجارب الفاشله اللي حصلت قبل كده. يعني ممكن ناخد مهدئات يا دعاء. ما هي يا دعاء ماشي. الفكره في ايه؟ ان احنا رافضين نحل، فعلى اساسه بقرارنا بنفضل داخلين في دايره المتاهه بتاعه المشكله، مش عارفين نطلع منها، والمشكله عماله تزيد تزيد تزيد. السؤال لو حصل واتقال كلام جارح، ما انا لو كملت بالطريقه دي هيتقال كلام جارح يا صافي. مش ان لو حصل واتقال، هو هيتقال. انا جاي لك في المستقبل وبقول لك هيتقال. طيب خلاص، واتقال كلام جارح وزعلنا، وبعدين جاي يصالحني فاتصالحت، فبس مش ناسياله وهو مش ناسيلي. خلاص بقى اشوف حل، علشان لما نيجي نتحاور بعد كده نتحاور بشكل فيه ذكاء. الثلاث عواميد الاساسيه اللي لازم اعملهم علشان اتحاور بذكاء. اول حاجه التفهم. افهم واستوعب الكلام بدون تفسير. افهم افهم افهمي، لان هو ساعات حتى في الكلام بيبقى انت عماله تقولي يا ابني افهم، يا ابني افهم، وهو بيقول لك يا ستي فهمي. بيبقى لسان حاله كده ان هو شايف ان انت مش فاهمه، او ان انت شايف ان هو مش سامع او مش فاهم ومش. فالتفهم. لو انا لقيت الدنيا قايمه كده، يا اما اطبق علي ربيع، خلاص طالما وصلنا للمرحله دي إيه خلاص، يعني ايه خلينا نتكلم كمان شويه، اعمل لك ايه، اعمل لك حاجه دي كده وخلاص، ونقوم نروح في اي حته تانية. لو عايزه اكمل كلام، يبقى طيب نعمل حاجه نشربها طيب الاول، و نكمل كلام، وابتدي انا مبادره التفهم. التفهم يعني ايه؟ يعني انا بسمع. عارفين الليسننج سكيلز؟ ممكن نشوف فيديوهات ونشوف حاجات عن كيفيه الانصات. ان انا بسمع عشان افهم. شوفوا بقى تاني، الحوار بذكاء يعني ايه؟ استخدم دماغي. يعني لو عملت ده غلط قبل كده ما كرروش تاني. طيب لو في شايف ان هو بعاني من ده، وبسمع كلام فيه حاجات صعبه، ونبقى رول موديل صعب جدا لاولادنا، اشوف له حل. واديني بقول الحل. مش عايزين تنفذوه براحتكم، انجوي. محدش بيسمع الكلام. كلام ما بتسمعش في البيت ده. طيب، اول حاجه اتفهم واستوعب الفكره بدون تفسيرات. ما ايه، ما هو علشان هو ايه، حته الذكاء الغريب اللي بيطلع معرفش بيجي منين ده في الكلام. لا بلاش نفعله، يعني خلينا نفعله في وقت تاني، بس وقتها بلاش، الله يكرمكم. يعني كان راجل او ست، خلاص. يبقى في تفهم بمعنى كلمه تفهم. اسال نفسي انا بسمع عشان افهم ولا بسمع عشان ارد؟ فاسال نفسي اسمع عشان افهم، علشان انا مش عايزه اسمع كلام يضايقني، مش علشان حاجه، علشان خاطري انا. والله انا لما بعمل ده انا ما عنديش استعداد اسمع كلام يضايقني، ما عنديش استعداد اعمل اللقطه دي قدام ولادي، ما عنديش استعداد. فبتفهم وبستوعب بدون تفسيرات للموضوع. تمام اوكي. ايوه فهماك.
طيب انا بس كان عندي تعليق بس لما تخلص كلام. ماشي، هو ده اللي اسمه الانصات. التوافق في الحديث ان انا يعني to take part of the responsibility زي ما بيقولوا، ما يبقاش عندي الديفensive attitude ده بتاع انا مش غلطانه بنسبه 100% وانت غلطان بنسبه 100%، لا يبقى فيه يعني اخد جزء، انا فعلا كنت غلطانه لما اتكلمت كده، او انا فعلا ما كانش احسن وقت لما كلمتك في التوقيت ده وانت كنت متعصب، او ممكن ما كانش احسن حاجه التصرف اللي انا عملته ده. لما بنشيل نفسنا جزء من المسؤوليه هو بيبدا اوتوماتيكلي او هي بتبدا اوتوماتيكلي يهدى ويستوعب ويشيل نفسه جزء من المسؤوليه. وثالث حاجه المجاراه في الكلام، كمل، لا انا عايز اسمعك، كمل كمل، اجاري اللي قدامي في الكلام، كمل، لا انا لو مكانك كان ممكن اتضايق، يعني انا متفهمه، تصدق دلوقتي فعلا حاسه انه لا يعني ان انت عندك حق، هتلاقي على طول هيروح قايل لك ايه، يا ستي لا مش الموضوع اساسا مش كده، يعني هو الموضوع سهل، بس هو انا بس يمكن عشان اتعصبت شويه. لما انا هقول كده هو هيبدا يتفهم، او العكس، لما هو هيقول كده انا هبدا اتفهم، فهيبدا يبقى فيه هنوصل لحل، هنوصل لحل. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها بذكاء علشان نوصل لحل. هقول لكم معلش بس لقطه الانصات، علشان بنعمل كده لقطه حاجات ما ملهاش لازمه. ما ينفعش وانا بانصت يعني خلاص انا سمعت بقى اللايف وانا هحل، عشان ايه؟ عشان انا قلت لك يا نهى ان هو مفيش مجال للحل وانتي مصره ان هو الحياه وردي، انا هثبت لك ان هو مفيش منه رجع. فخلاص هو قاعد بيتكلم فانا خلاص هانصت بقى، فهو بيتكلم اروح عامله ايه؟ اروح جايبه الموبايل. امم اه سامعاك، اتفضل. لا ما ينفعش، ما ينفعش ولا نتجاهل ولا نمسك الموبايل ولا هو بيتكلم اروح عامله زي لا ما ينفعش. ما ينفعش، اقسم بالله ما ينفع، ولا ينفع الراجل يعملها ولا ينفع الست تعملها. وما ينفعش ان احنا نبقى عاملين بلاستيك فيس، دي تاني حاجه نتجنبها في الانصات، ان احنا ما نبقاش عاملين كده. فهو بيتكلم مثلا يروح قايل لك ايه، فاهماني؟ فاهمه انا قصدي ايه؟ هو انت ما بترديش ليه؟ ما انا سامعه بصالك وقاعده وساكته، يبقى سامعه. هو ايه الاسئله الغريبه دي؟ انا مش عارفه يعني مش عارفه اعمل ايه تاني، اعمل ايه تاني يعني؟ مش ساكته، اسكت مش عاجب، اسمع مش عاجب، ارد مش عاجب، لا لو هنعمل كده برضو يبقى ستيل انا مش سنسير، مش سنسير في الحل. وتاني بقول الحل عشان خاطري مش عشان حد والله، مش عشان اي حد تاني، عشان خاطري. تمام. واحنا بنسمع بنعمل برضو مشكلة تتعارض مع الذكاء في المناقشة. تتعارض مع الذكاء ما ينطبقش عليها كلمة ذكاء خالص. ان احنا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل انتقاء لبعض الكلام، يعني هو بيتكلم ايوه كويس بقى انك قلت انك غلطان، ايوه، ما هو انتقاء لبعض الكلام. فده انا لو انا مثلا بتكلم وراح حد واقف كده على الكلمه وراح انتقاء لبعض الكلمات اللي ترمي لي بيه تهم عليا، ولا من الراجل ولا من الست. ف ده ما تقولش بقى والله العظيم قاعده سامعاه، والله العظيم قاعده سامعاه، بس انا اول ما قال لي بقى مش عارفه مين اللي معاه في المكتب استفزيت، رحت قايله له ايوه لا، ما نديش اكسكيوز، اللي بيدي اكسكيوزز ما بيحلش، واللي عايز يحل ما بيديش اعذار. هندي اعذار اوكي انجوي وندخل في لوب المشكله وندي اعذار ونخش في مشاكل ومشكله صغيره نكبرها وبعدين نكبرها ونفضل نكبرها لما الدنيا تقفل خالص. لكن لو انا بدات الحل من عندي، فانا لو انا اقول دايره المشكله اهي بدات ادخل فيها حاجه بوزيتيف او بدات ادخل فيها حل، فخلاص هيمشي في السيكونس بتاعه وهتتحل. البدايه بقى من عندي، البدايه من عنده ايا كان. خلاص
فعلا بسمع عشان اعرف اتخانق دي حقيقة، دي حقيقة، فاحنا قاعدين بنولع في بعض بس يعني. أم، طيب، واخر حاجه طبعا في الانصات اللي انا بقوله، عدم الانتباه. يعني في حاجه كده بتضايقني جدا لما اكون بتكلم مثلا مع حد واحنا بنتكلم يروح ايه ساكت وهو بيسمع، ويجي يقول لي ايه، ما تعمل لنا حاجه نشربها. او او ان هو اساسا مش منتبه. يعني مثلا اقول حاجه واضحك، فالاقي ان هو لسه على وضعه كده، هو هادي ومفيش اي حاجه ومفيش مشكله، بس هو لسه ستيل ايه. فانا قلت حاجه وضحكت فهو ما ضحكش، او مثلا سالت سؤال فهو ما ردش، او هو مثلا وهو باصص لي وساكت كده فافتكر ان هو عايز يشرب حاجه، فيقول لي طب ما تعملي لنا حاجه نشربها. لا لا، ما انا سامعك، بس اعملي لنا حاجه نشربها وبعدين نرجع نكمل. فبفكركم تاني عشان خلاص احنا اولموست داخلين على نص ساعه. اي حوار ناجح علشان يتم نستبعد كل ما هو ليس له علاقة بالذكاء في المناقشة، ونبقى قاعدين سنسير، نيتنا جوانا ان احنا عايزين نحل. فعشان عايزين نحل لازم يبقى فيه تفهم، لازم يبقى فيه توافق في الكلام، لازم يكون فيه مجاراة واتفاق، وان انا اتيك بارت، يعني اخد جزء من الريسبونسبيلتي. اي حاجة من المؤشرات اللي قلنا عليها او اي حاجة تقول في اول 3 دقايق بسنت اي حاجه تقول في اول 3 دقايق كده السنسور بتاعنا ان في حاجه رايحه في حته تانية، لو في زعيق، لو في توتر، لو محدش بيسمع التاني، لو في مقاطعه كتير، لو في ان انا بفرض رايي، لو في القاء تهم، لو في اندفاع في اتخاذ قرارات، اوقف نطبق علي ربيع. خلاص طالما هنوصل للمرحله دي يبقى ما تكملش كلام. خلاص. اتمنى ان احنا يعني ناخد بالكلام اللي في الفيديو ونسمع الكلام بدل ما انا بتكلم ومحدش بيسمع الكلام خالص. محدش بيسمع الكلام، ولا رجاله بتسمع كلام ولا ستات بتسمع كلام. عادي انتوا بس ايه مقضينا مع بعض مشاكل، والعيال يجوا انا في المدرسه بقى يعني ايه يكفروا سيئاتنا سيئه سيئه حتى نصبح بلا سيئات، بسبب طريقه الكوميونيكيشن اللي هم بيكتسبوها من الخناق اللي بينكم وبين بعض، فبييجوا يعملوها مع بعض فبتيجوا تتخانقوا معانا، فلوب لا تنتهي. ابوس ايديكم نحل الموضوع. وقولوا لي لو عجبكم اللايف اعمل لكم كذا لايف للناس اللي مش بعتوا لي كتير، اللي مش هيعرف تتعارض مع الذكاء. انا حريصه في كلامي اللي مش هيعرف يحضر المحاضره، طلب ان يبقى فيه كذا لايف، نبقى بخاطب الناس اللي على البيج وبخاطب الناس اللي هتعرف تحضر. فلو عجبكم اللايف قولوا لي اعمل لكم ايه كذا واحد. وشكرا جزيلا، ويا رب دايما يجعل كده علاقتنا ببعض كلها لطف وظرف وحب كتير في الهوا بيطير ويهدي كده سركم كده يعني تستهدوا بالله ان شاء الله خير، وتستهدوا بالله. اشوفكم دايما في صحة وخير وبركة وعافية وسعادة وكل حاجة كويسة في الدنيا. اشوفكم دايما في احسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.